إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثجمعيث هذه اللفظة التي أفرزها المجتمع عبر العصور لها عدة دلالات. من هذه الدلالات أنها تفرز أصحاب العزمات وتفرز أصحاب القيم الذين سخروا أعمارهم لخدمة الناس، لحراسة القيم، للإصلاح بين الناس. فكانت كلمة ثجمعيث أو ثجماعث لها العديد من الدلالات، لفظة متجذرة في عمق التاريخ الأمازيغي، وهي من مظاهر الحضارة الأمازيغية. هذا أمر معلوم معروف. ثم أن هذه اللفظة، هذه الهيئة، ترجمت وتمثلت ما ورد في الوحيين في الكتاب والسنة. قال ربنا جل جلاله في سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال في سورة النساء في الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال في السورة نفسها الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في السورة نفسها الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال في السورة نفسها الآية 128: والصلح خير. هذه في سورة النساء. وهناك آيات مبثوثات في العديد من الآيات مثل سورة الحجرات الآية 10 وغيرها من الآيات. وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الإصلاح بين الناس، كما في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود وغيره: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الآيات كثيرة والأحاديث عديدة تدعو إلى تجذير قيم الصلح. يأتي أجدادنا في حضارتنا فيترجموا تلك النصوص
إلى هيئة متحركة في عمق المجتمع تسمى تجمعيث العقال. مما تتكون هذه الهيئة؟ الأمين الخادم الأول يسمى لامين من الأمانة، ومن المساعدين المكونين للهيئة الطمان، أم كل ذرو مساع الطامن، الطمان الضامن. الألفاظ تدل على معانيها ومقاصدها. من مكونات تجمعيث الوكيل. ما معنى الوكيل؟ هو الذي يتولى الشؤون المالية، الشؤون المادية المالية. من المكونين لتجمعيث الإمام. نعم، الإمام. الإمام حاضر ليرعى المسائل الشرعية، الضوابط الشرعية لحركة الناس وحركة المجتمع. كل ذلك وغيره قائم في هذه الهيئة. إذن هذه الهيئة تبرز ذلك البعد الاجتماعي التربوي الإصلاحي. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ما هي مقاصد تجمعيث؟ لها أهداف كثيرة، من أهدافها تأطير المجتمع. والمجتمع في التاريخ البشري يحتاج إلى مؤطرين، والتأطير قد يكون في شكل فردي يقوم به الفلاسفة والعلماء والدعاة والخبراء والمربون إلى غير ذلك، وقد يكون التأطير في شكل هيئات قائمة لها مركز اجتماعي وقانوني معتبر، قراراتها ملزمة. إذن هذا هدف كبير، تأطير المجتمع. من أهدافها أيضا، من أهداف هذه الهيئة خدمة المجتمع، رعاية الضعفاء، الأرامل، اليتامى، الفقراء، إغاثة الملهوفين. من مقاصدها أيضا خدمة المجتمع وتهيئته وتهيئة الظروف التي تيسر حياته الاجتماعية في مجال الماء، ثلا، ثيليوا، ثيرقوا، العنصر، كل ذلك مع القوانين المرافقة التي تحافظ على هذا العنصر الأساس في حياة الناس، بل في حياة الأمم والحضارات، مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 30: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء، شق الطرقات، خدمة المجتمع في كل ما يحتاج إليه. وكذلك زرع القيم، الحياء، الاحترام والتقدير، الكرم، الرجولة في الركزة، شبح برقز في الركزة، جمال الرجل في رجولته. كل هذه القيم تقوم هذه الهيئة بغرسها وتقوم بحراستها، وكذلك تنبه إلى مواطن الخلل حينما تمس هذه القيم في عمقها عن طريق ما يسمى بهم. هم حرفان لهما أصل في قوله تعالى، كذلك التي تأمر
وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخر الآية 143 لتكونوا شهداء على الناس والشهادة تقتضي الحضور. وفي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حارس أمين لهذه القيم لكي لا تنهار. إذا انهارت القيم هناك دمار على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة والمجتمع. حضورها عمار، دمارها دمار. هذه من مقاصد هذه الهيئة، ومن مقاصدها أخيرا البعد الإصلاحي، إصلاح ذات البين. فإذا ما وقع نزاع بين الناس يحل بطريقة ودية تزرع الأمل في قلوب الناس، تطهر القلوب من الأحقاد والضغائن، وتقوي تلك اللحمة التي يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحسن قراءة التاريخ، ونسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يحفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا جميعا من كل بلاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.